ومنورينا. انا كنت عايزه اقول بس تعليق اللي بيقول ان ده هيأثر على السينما. انا اعتقد فعلا ان هو هيأثر على السينما وعلى المسرح وعلى الفيديو وعلى كل حاجه، بس مش هيأثر على السينما بتاعتنا احنا اللي بنعملها من خلال الافلام التسجيليه، وهو ده افلامنا اللي احنا بنعملها حاليا، لان احنا عندنا كم هائل من المواضيع القيمه والشيقه اللي ممكن الافلام التسجيليه او الروائيه القصيره جدا تقوم بيها، بغض النظر بقى عن الاغاني والحاجات ديت. فدي فرصه الشباب بصراحه، الشباب المبدعين اللي عاوزين يثبتوا وجودهم في الافلام التسجيليه، واحنا بنرحب بيهم كلهم. استاذه منى، اسمحي لي اعلق على كلامك بكلام اخطر من اللي قلتيه. اوكي. لن يجد الشباب فرصه. رئيس السينما، أكاديمية السينما، معهد السينما عادل يحيى، ايوه، أصدر قرارا من أخطر القرارات التي صدرت في مصر بمنع عرض أفلام طلبة المعهد السينما، بعدم عرض أفلام معهد السينما خارج المعهد إلا الأفلام التي يجب أن فيها ما يستحق أن يعرض. ومجرد كلمة ما يستحق أن يعرض دي بتخضع لوجهات النظر زي ما أنا قلت. حرية الإبداع في مصر مهددة تهديدا كاملا، وبدأت بمؤسسات الدولة. عندما يصدر رئيس معهد السينما قرارا مثل هذا، ودي كانت الافلام طلبه المعهد بالذات بتعرض في اي وقت وفي كل مكان وبدون اذن المعهد، بدون رقابه. فدلوقتي اصبح في رقابه. الافلام المستقله ايضا ستواجه بمشاكل كثيره: عدم تصريح لها في التصوير، عدم السماح بعرضها الا بعد اخذ راي الرقابه، وفي الرقابه فعلا قانون مسبق لا يفعل في الوقت الحالي، لكنه ممكن ان يفعل في المستقبل، ان هذه الافلام لا تعرض الا بعد موافقه الرقابه.